السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل كده مع بعض حاجة حلوة أوي بتملى البيت خير. معانا هنا قشطة بحوشها، دي وش اللبن أو القشطة اللي بتبقى على اللبن الرايب. بنحوشها في الفريزر كده في علب لحد ما نكون كمية حلوة. نجمع كتير عشان تطلع معانا كمية سمنة كتير، بس ما نسيبهاش في التلاجة، لازم تكون في الفريزر. بنطلعها قبلها كده بكام ساعة تفك، بس ما تكونش سايحة، لازم أن تكون ساقعة ومتلجة شوية، ما تكونش سايحة، لأن لو سايحة هتتعبك في الضرب بتاعها. في 3 طرق للضرب، ممكن بالمضرب الكهرباء أو بإيدينا أو بالعجان. أنا كان عندي العجان بس عملت لكم بالمضرب عشان اللي مش متاح عنده العجان. وبإيديكي برضو تنفع برضو، بس هتبقى صعب يعني، هتاخد وقت شوية، لكن المضرب بيسهلها كتير. نفضل نضرب فيها بقى لحد ما نحس انها بدأت تخرز معانا وفصلت وبتنزل المية بتاعتها اللي فيها، الخط اللي فيها بتنزله. والخط اللي فيها ده طبعا ده ما بنرموهوش، بنعمل بيه المعجنات، بتبقى طرية جدا، بنستفاد بيه يعني، مش فيش حاجة بتترمى فيها. انا بدأت تخرز معايا اهيت، تحسوا انها شكلها اتغير وقوامها اتغير. هنا شوف نزلت الخط اللي فيها اهي. هنا خلاص كانت اتحولت معايا لزبدة اهيت. هنجيب طبق فيه مية نضيفة من الحنفية، هنعملها كور ونشطفها في المية. نصفي المية نصفي الخط اللي فيها خالص ونشطفها في قلب المية زي ما احنا شايفين كده. بنكورها ونحطها في قلب المية نشطفها، ده عشان لو فيها اي خط او فيها اي حاجة ينزل في قلب المية، عشان لما تحط في الفريزر تفضل معاكي للسنة للسنة. حاجة سهلة وبسيطة وبتستفادي منها، بتعيني وش اللبن لما بتغليه وتحطي في علبة في الفريزر، بتستفادي منه يطلع لك سمنة جميلة في البيت، سمنة بلدي. هنا هنرمي المية دي وهنجيب مية تانية كمان نشطفها شطفة أخيرة فيها بقى. يا ريت بقى وصلتوا معايا هنا، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتفعيل الجرس. هنعمل كل الكمية. الخط ده ما ترموش، تعجني بيه اي بيتزا، اي معجنات، اي عيش، بتخليه بتديه طراوة حلوة جدا. وانا هعمله معاكم برضو في طريقة هسيبها لكم في الرابط. مفيش حاجة بتترمي، كل حاجة بنستخدمها. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا.